مين اللي مسيطر على عقله، إحساسه الحقيقي تجاه كل طرف؟ مين اللي بيريّح قلبه، وهل نيته اتجاه جَد والّا مجرد مشاعر لحظية؟ ده كل إن شاء الله اللي هنتعرّف عليه النهارده في الفيديو عن العلاقة الثلاثية، هاوضّح لكم كل إن شاء الله التفاصيل اللي هتظهر معانا، ما تنساش اللايك والشير والكومنت. أنا محمد إيهاب، لو بتشوفني لأول مرّة ما تنساش أكيد تشترك في القناة عشان تشوفنا أكتر، وتعالَ نبدأ مع بعض القراءة بأول حرف من اسمك أنت، هتلاقي الحروف موجودة في صندوق الوصف. تعالوا نبدأ مع بعض القراءة ونسمي الله. أصحاب المجموعة الأولى، يا مساء الفل عليكم، يا رب تكونوا بأحسن حال يا رب، وتبقوا دايمًا مبسوطين ومرتاحين كده يا رب. تعالَ كده نبدأ مع بعض ونشوف بقى نهكّر العلاقة دي ونعرف كل حاجة أنت عايز تعرفها. ما تنساش بس دعمك في اللايك عشان لايك صغير منك بيفرق أكيد في دعم الفيديو بإذن الله. طبعًا تعليقك الجميل اللي زيّك أكيد طبعًا ده أهم طبعًا من أي حاجة. طيب. مبدئيًا كده طاقة الشخص ده هناخد طاقتك وطاقة الشخص ده طبعًا. مبدئيًا كده طاقتك أنت، أنا باشوفك طاقة الشخص ده فيها كده جزئية بشكل كبير من العصبية في الوقت الحالي أوي. أنا باشوف إن الشخص ده فيه طاقة سحر في العلاقة دي. العلاقة دي كان داخلها طاقة أسحار أو طاقة أشخاص سامة. في حاجات من هذا الشكل أوي بينك وبين الشخص ده، في طاقة أسحار أو في طاقة حاجات أو طاقات سامة شديدة أوي الصراحة يعني. مبدئيًا كده طاقة الشخص ده زي ما قُلت لك، في طاقة عصبية دلوقتي هو بيمُر بيها أوي، مضايقة، متضايق، في الوقت الحالي عنده كده حاجات معصّباه، مضايقاه، حاسس كده إن هو نفسيًا دلوقتي مش مستقر، نفسيًا مش متطمن، حاسس إن هو برضه مش مرتاح كده بطريقة كبيرة، حاسس برضه هنا كمان الشخص ده إن كل الأوضاع حواليه مشدودة كده شوية. فباشوف إن هو دلوقتي إيه، يعني رخم مع الناس كلّها، عنده برضه هنا كمان طاقة كده من البرود. باشوف إن هو حاليًا بيمُر كده بطاقة فيها برود، باشوف إن هو بيمُر كده بطاقة فيها عدم استقرار نفسي في الوقت الحالي. ظاهر برضه هنا كمان معايا إن الشخص ده حاليًا أنا باشوف إن هو عنده كده طاقة كده بشكل كبير من إن هو بيحاول يسعى ويركّز على شغله أكتر، يركّز على الماديات، يركّز على الفلوس، يبدأ شغل جديد، يحاول إن هو كده إيه، يطوّر من نَفْسه كل شوية، يحاول كده إن هو يضبّط أوضاعه ويضبّط نَفْسه ويضبّط أشياءه بشكل كبير جدًا في الوقت الحالي. باشوف برضه هنا كمان إن هو طاقته العامة فيها بعض البطء، باشوف إن هو عنده بطء في أشياء كثيرة جدًا بتخُص الماديات، أشياء كثيرة جدًا بتخُص الشغل، تخُص حياته بشكل كبير جدًا. بس اللي عايزة أعرّفه لك إن الشخص ده أكتر حاجة وأكتر توجيه لطاقته هو موجّهه في الماديات والفلوس والشغل أكتر الشيء، أكتر الوقت بشكل كبير جدًا. لإن أنا باشوف حاليًا إن هو دلوقتي منتظر فرص تيجي له، منتظر فرص تتعرض عليه، منتظر حاجات كتيرة جدًا تحصل في حياته بشكل كبير جدًا عشان يتطور وعشان يبقى أحسن وأفضل بكتير الفترة اللي جاية. باشوف برضه هنا كمان إن الشخص ده في طاقته العامة في برضه هنا بعض الأشياء الموتِّرة، في حاجات عنده كتير جدًا موتّراه، ملخبطاه، حاسس إن في ضبابية في الرؤية. أو هو مش شايف حاليًا كل حاجة حواليه بوضوح، فده مأثّر عليه بشكل كبير جدًا ومخلّيه إن هو مش في أحسن حالاته الحقيقة. عايزة أقول لك برضه هنا إن هو طاقته بقى اتجاهك أنت، فيها كده طاقة شوية من الافتقاد، يعني إيه؟ يعني هو مفتقدك الحقيقة في الوقت الحالي بشكل كبير جدًا. شوف إن الشخص ده مفتقدك، الشخص ده عنده كده زي طاقة اشتياق ليك، عنده كده طاقة ارتياح لحضرتك، حاسس كده إن هو دلوقتي يعني خسرك أو حاليًا دلوقتي حاسس إنك أنت مش متواجد معاه بشكل كافي وبشكل يرضيه، أو هو ضيّعك من إيده لو أنتم لحد الآن منفصلين، يعني هو حاسس بالشيء ده أوي. زي ما بنقول يعني كده بالبلدي عرف قيمتك بشكل كبير أوي، هو فعلًا حاليًا عارف قيمتك أوي. لإن الشخص ده هو في إحساسه إن هو شاف نَفْسه عليك، أو الشخص ده حاسس بشكل كبير جدًا إن هو تعبك أو ضايقك أو ضغط عليك ما ادّالكش حقّك، حاسس بكل الأشياء دي بشكل كبير أوي.
في نفس الوقت برضه باشوف إن الشخص ده حاسس كده بشكل كبير إن هو عايز يقدّم لك عرض في طاقته حاليًا، عايز يكلمك، يبعت لك رسالة، بس هو متردد أو بيشاور عقله كده ويقول ما بين آه وما بين لأ شوية، حاسس إن هو لو عمل أي خطوة دلوقتي ممكن أنت ما تبقاش متقبلها بشكل كبير. أمّا طاقتك أنت في الوقت الحالي، فأنا باشوفك إنك أنت عندك طاقة تغيُّرات الفترة دي كتيرة أوي. في زي بعض الأزمات أو في بعض في الوقت الحالي كده من الحاجات اللي مش مفهومة دلوقتي مثلًا أنت ممكن تكون بتمُر بيها أو في الوقت الحالي بتتواجد على بالك بشكل كبير. باشوفك برضه هنا كمان إنك أنت عندك كده جزئية من التغيُّرات، ممكن عايز تغيّر حاجة في شكلك، في أسلوبك، في طريقتك، في حياتك، حاجة كده زي ما بنقول مدربكاك كده ومخلّياك عمّال تفكّر وتقول هاعمل إيه ومش هاعمل إيه. في برضه هنا ممكن يكون عندك ورق مُعلّق أو أوضاع مُعلّقة بشكل كبير، فلوس، قضية، ورق، مش عارف قرار ممكن يكون من أنت مستنيه أو هو لحد الآن القرار ده معلّق لك، آمم، وفي الوقت الحالي كده القرار ده أنت ممكن تكون مش عارف تحصل عليه بشكل كبير. باشوفك برضه هنا كمان إنك أنت حواليك ناس كتيرة جدًا شوية مضايقينك أو ضاغطين عليك، ناس مستفزة، حواليك ناس في الوقت الحالي بتحاول إن هي تشتتك، بتحاول إن هي تضايقك، تطلّع أسوأ ما فيك شوية، في حاجة من هذا القبيل الصراحة يعني. وباشوفك برضه هنا كمان إنك أنت على قد ما بتقدر بتحاول إنك أنت تواجه، تحاول إنك أنت تطلّع كده كل الطاقات اللي مش كويسة عندك دي برضه، واللي يضايقك أنت تضايقه برضه في نفس الوقت، دي حاجة أنا باشوفها فيك أوي. ظاهر برضه هنا كمان معايا إنك أنت دلوقتي أنا باشوفك بتحاول على قد ما تقدر تمشي على قدّك، أو بتحاول إنك أنت تتصرّف كده الفترة دي بطريقة فيها نوع شوية من الحذر، لكن برضه أنا باشوفك إنك أنت في حياتك العامة بتحاول على قد ما تقدر إنك أنت تواكب الدنيا اللي ماشية حواليك برضه كده، وتحاول إنك أنت تمشّي أمورك وتمشّي الدنيا معاك بشكل كبير. باشوفك برضه هنا بقى طاقتك تجاه الشخص ده، أنت مخذول من الشخص ده شوية، خذلك أو الشخص ده بشكل كبير جدًا ضايقك، وباشوفك إنك أنت مستني حق أو عايز حق منه، أو في الوقت الحالي ندمان على بعض التصرفات اللي ممكن تكون كنت بتعملها معاه، في عندك كده بعض شوية من الاندفاعية شوية، إنك أنت عايز تزعق له، عايز تضايقه، عايز تبهدله، عايز في الوقت الحالي تاخد حقك منه، زي عندك كده طاقة من الحماس شوية أو بعض الاندفاعية ناحية الشخص ده، إنك أنت عايز برضه الأحداث تجري بسرعة، عايزه يرجع بسرعة، سواء بقى عشان ترجع له أو عشان ما ترجعلوش، بس أنت عايز يبقى في زي ما بنقول مواجهة سريعة بشكل كبير أوي، دي حاجة ظاهرة واضحة معايا جدًا في طاقتك تجاهه. باشوف برضه أنا كمان إنك أنت على قد ما بتقدر في كده طاقة شوية من الخذلان منّك، من الشخص ده، أنت حاسس كده بطاقة إن هو خذلك، حاسس إن هو ضايقك، جه عليك شوية أو أرهقك كتير. ودي حاجة أنت حاسسها في نفس الوقت. وغير كده كمان بس أنا باشوفك إنك أنت دايمًا بتحاول تبيّن قوتك، تحاول دايمًا تبقى قوي، تحاول دايمًا إنك أنت تبيّن إنك أنت ما أنتاش محتاج له، إنك أنت حياتك ماشية تمام وزي الفل وعارف تشوف كل حاجة حواليك بشكل إيجابي بطريقة كبيرة جدًا. دي حاجة الصراحة أنا باشوفها في الطاقة بتاعتك. فده بالنسبة لطاقتك وطاقته. هناخد بقى طبعًا الأسئلة بقى اللي معانا النهارده في القراءة. ظهر معايا برج الثور، الأبراج الترابية كلّها، برج الثور، الجدي، العذراء، ظاهر كمان معايا برج الجوزاء، ظاهر برضه هنا كمان معايا الميزان، وبعض طاقات المائية. تعالوا بقى كده ناخد لك الأسئلة بقى بتاعتنا، وناخد أول سؤال: مين اللي مسيطر دلوقتي على عقله؟ مين بقى اللي مسيطر دلوقتي على عقل الشخص ده؟ ردد اسمه في سرك 3 مرات وتخيله موجود قدامك عشان الطاقة تبقى موجودة. حُط لايك طبعًا لو لسه مش حاطط عشان أكيد طاقتك تفرق في الفيديو.
طيب مين بقى فيكم الشخص اللي مسيطر على عقله، أنت والّا الطرف التالت؟ مبدئيًا هنبدأ بالطرف التالت شوية. الطرف التالت أنا باشوف إن هو عنده اتجاهه فيه طاقة من الملل كده حبتين، في طاقة كده من الملل، في طاقة كده من الزهق. غالبًا على فكرة أنا باشوف إن هُم يا بيحضّروا الانفصال، أو باشوف إن هُم already منفصلين عن بعض أساسًا. لإن اللي ظاهر معايا هنا إن إحساسه ناحية الطرف التالت أو اللي مسيطر على عقله وواخد باله دلوقتي حاليًا، يعني أنا باشوف إن هو عنده طاقة ملل أو زهق من الطرف التالت أكتر حاجة. في بعض برضه هنا كمان إن هو بيحسّس إن الطرف التالت كده إن هو عبء تقيل عليه، حِمل بيقيّده، بيخلّيه إن هو مش عارف ياخُد طاقته، مش عارف إن هو يتصرّف كده تصرُّفات إيجابية، بيحس كده إن هو نفسيًا مش مرتاح شوية مع الطرف التالت، تحس كده إن هو خلاص أنا العلاقة بيه انتهت حرفيًا أو ما بقاش في كده ارتياح معاه. فدي حاجة يعني هو حاسسها بشكل كبير أوي. في نفس الوقت برضه عايزة أقول لك إن هو يعني أكتر حد دلوقتي يعني مخلّيه إن هو مُشتَّت الطرف التالت، يعني الطرف التالت مخلّي حبيبك مُشتَّت بطريقة كبيرة جدًا، ومخلّيه إن هو مش عارف يعني زي ما بنقول كده إيه، يعرف صوابه بشكل كبير، لإن هو موتّره، دايمًا مُلزمه كده بمحكمة، بقضايا، بورق، بفلوس، بقوانين لازم يمشي عليها ولازم يعملها، وحاجات كده إيه، ملعبكة كتير يعني. فباشوف إن حبيبك زهق بطريقة كبيرة جدًا، وإن هو حاسس كده ناحية الطرف التالت دلوقتي إن هو مش سعيد أو مش مستقر زي ما كان الأول الحقيقة، لإن اللي ظهر معايا عشان أكون صريح معاك في كل حاجة، إن الشخص ده كان بيحب الطرف التالت أول خالص ما اتعرّفوا على بعض وأول لمّا العلاقة بدأت ما بينهم، لكن دلوقتي حاسس كده معاه بالملل، حاسس إن هو عايز يسيبه، حاسس إن هو مش عايز يقرّب ولا يبقى في ريحة حتى القرب بشكل كبير بينهم وبين بعض. أما من ناحيتك أنت، فأنا باشوف إنّك أنت وعنده طاقة غيرة عليك بطريقة كبيرة أوي، باشوف إن هو غيران عليك، باشوف إن هو في الوقت الحالي كده عنده كده طاقة تفكير فيك بطريقة كبيرة، وفي نفس الوقت برضه أنا باشوف إن هو حاسّك إنّك أنت طيب أوي، وإنّك أنت بتعطيه حُب حقيقي، مدّي له مشاعر حقيقية، سانده، داعمه، مخلّيه واقف على رجليه بطريقة كبيرة. في نفس الوقت برضه محسّسه بقيمته، ما أنتاش بتقِل منّه أو ما أنتاش ضاغط عليه الضغط اللي هو متواجد عند الطرف التالت بطريقة كبيرة. في نفس الوقت برضه هو حاسس من ناحيتك أو يعني شايفك إنّك أنت شخص يعني إيه، لابد كده موجود في باله الصراحة، فأنت أكتر شخص يعني موجود في باله الحقيقة دلوقتي، مش الطرف التالت لحد الآن. لإنه حاليًا عنده طاقة غيرة عليكِ، هي غيرة باردة شوية لبعض الناس، لكن أنا باشوف إن هو في متواجد غيرة بشكل كبير عليكِ. طيب تعالَ يالّا كده ناخد بقى إحساسه الحقيقي ناحية كل طرف فيكم، إحساس الشخص ده الحقيقي تجاه كل طرف. طيب إحساسه ناحية الطرف التالت، أنا باشوف إن هو بيحس ناحية الطرف التالت إن هو مش قادر يصبر عليه شوية، حاسس كده إن هو خلاص جاب آخره من الطرف التالت حرفيًا. لإنه هو حاسس بشكل كبير جدًا إن الطرف التالت ده مش مساعده في حاجة، دايمًا هو اللي بيقدّم، ودايمًا هو اللي بيعمل مجهود ناحية الطرف التالت عشان العلاقة تمشي، وفي نفس الوقت هو حتى ما بقاش يفهمه، ما بقاش يفهم تصرفاته، أنت بتعمل إيه، أنت عايز إيه، أنت إيه اللي موجود دلوقتي عندك، إيه اللي موجود دلوقتي في حياتك، زي ما بنقول كده إيه، بقى حاسس ناحية الطرف التالت بنوع من زي ما بنقول الضبابية شوية، فهو بقى حاسس بالجزئية دي وبقى حاسس الحتّة دي بشكل كبير. وفي نفس الوقت برضه باشوف إن الشخص ده حاليًا عنده كده جزئية بشكل كبير جدًا من الغموض، حاسس إن الطرف التالت ده غامض، حاسس إن الطرف التالت ده مش بيدّي له
ارتياح ومش بيدّي له أهمية، مهمّشه كده ومخلّيه إن هو ما عندوش كده زي ما بنقول طاقة ثقة بنَفْسه، مش محسّسه كده بأهميته، وهو حاسس إن هو ضامن شوية، يعني هو حاسس إن هو ضامن ومضمون في نَفْس الوقت. يعني هو ضامن الحقيقة، وجود الطرف التالت حبيبك، وكمان في نفس الوقت أنا باشوف إن هو حاسس إن هو مضمون هو كمان، حاسس إن هو مهما رُحت ومهما جيت أنا برضه هافضل موجود، والطرف ده هيفضل برضه موجود، ما حدش هيمشي يعني ولا يسيب التاني، دي حاجة هو حاسسها في نفس الوقت أوي. ظاهر برضه هنا كمان معايا إن هو إحساسه ناحية الطرف التالت بلخبطة، حاسس كده بتشوُّش، بلخبطة، زي ما باقول لك هو حاسس إن هو مش فاهمه بطريقة كبيرة جدًا، مش عارف هو بيفكّر فيه إزاي والّا عايز منّه إيه والّا إيه اللي المفروض يعمله والّا إيه اللي مش المفروض يعمله، حاسس كده إيه بطاقة فيها نوع من الغموض واللخبطة والحيرة بطريقة كبيرة جدًا، يعني دي حاجة واضحة جدًا معايا. طيب أمّا بقى من ناحيتك أنت، أنا باشوف إن هو حاسس من ناحيتك شوية في بعض الأوقات من العصبية، لإن هو أحيانًا بيحس كده إنكم طاقتكم قوية أوي ببعض، هو بيحس إنكم أنتم الاتنين طاقتكم مرتبطة، في زي علاقة توأم شُعلة، علاقة توأم روح، علاقة توائم هنا ظاهر لي بطريقة كبيرة جدًا، 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 لإن اللي ظاهر معايا هنا إن هو حاسس تجاهك إن هو خسرك، ليه مش عارف هنا ظاهر لي كتير جدًا منفصلين، لإن اللي ظاهر معايا هنا إن هو حاسس تجاهك بالعصبية، إنك أنت ممكن تكون حاسس إنك أنت زهقت، خلاص ملّيت، مش عايز تبقى يعني والطرف ده موجود، عايزك أنت لوحدك وهو لوحده، يعني هو الشخص ده حاسس بيك كده أوي، حاسس إنك أنت دلوقتي مش عايز حد، أنت عايز في الوقت الحالي تبقى موجود في حياته وهو معاك وما فيش مخلوق خالص، دي حاجة هو حاسسها، وهو الشخص ده مش حقيقة يعني ظاهر لي إن هو حاسس بالعصبية نتيجة إن هو مش عارف يرضيك إزاي. أو مش عارف في الوقت الحالي إيه الخطوات اللي يمشي عليها عشان يعملها معاك. إحساسه برضه ناحيتك الحقيقة بالحب الجارف بطريقة كبيرة جدًا، عنده كده طاقة إحساس بيك عاطفيًا رهيب، إحساس بقى جسدي وإحساس معنوي وإحساس شخصي، عنده كده ليك طاقة حقيقة مبهرة، طاقة كده فيها ارتباط بطريقة كبيرة جدًا. لإنه حاسس إنكم أنتم الاتنين بتكمّلوا بعض بطريقة كبيرة، حاسس إن في طاقة تكملة كده بينك وبينه، حاسس إن في كده طاقة كويسة بينك وبينه، إنكم أنتم الاتنين مناسبين لبعض وفي ظروف زي ما بنقول كده إيه جمعاكم أنتم الاتنين ببعض بطريقة كبيرة، دي حاجة يعني الشخص ده هو حاسسها من ناحيتك أوي. في نفس الوقت برضه عايزة أقول لك إن الشخص ده يعني هو حاسس كده بشكل كبير من ناحيتك بالفخر كده وبالإعجاب القوي. مشدود ليك جدًا على فكرة يعني جسديًا أوي الشخص ده، وعنده ليك زي طاقة كده من التخيلات، بيقعد كده يتخيلك معاه، بيقعد كده يتخيلك بينه وبين نفسه، عنده ليك كده طاقة من الارتياح، طاقة كده من الحب بشكل كبير. باشوف جدًا على فكرة إن هو بيتبسط أوي لمّا بيسمع حاجة عنك أو لمّا كده إيه بيتخيلك موجود معاه بشكل كبير. باشوف برضه هنا كمان إن الشخص ده في عنده كده بطريقة كبيرة اتجاهك إحساس كده بالفخر، لإنه حاسس كده إنك أنت فعلًا بتدّي له قيمته، بتدّي له معنويات، بترفع من روحه لمعنوياته، عارف قيمته بشكل كبير، وفي نفس الوقت برضه إحساسه ناحيتك بالإعجاب كده القوي، وإنك أنت شخصية ما بتتغرّش بالمظاهر، ما بتتغرّش بالإمكانيات بقى وتقعد تقول ده أنا عندي عربية بالشيء الفلاني ومش عارف شقة برقم كذا ما بتتغرّش ولا حتى بالبراندات اللي بتجيبها، لأ، أنت بتلبس حاجات كويسة في نفس الوقت لايقة عليك وفي نفس الوقت أنت متواضع، دي حاجة هو بيحسّها أوي من ناحيتك، وإنّك أنت عندك ثقة بنفسك ولكن ثقة من غير غرور، دي حاجة هو بيحسّها أوي ناحيتك. بيحس برضه أنا كمان ناحيتك إنّك أنت مختلف، وإنّك أنت دايمًا عندك خير، عندك عقل قوي، عندك على فكرة تفكير إيجابي، حتى لو أنت يعني ما بيني وما بينك يعني حاسس كده إنّك أنت تفكيرك محدود، بس في نظره على فكرة حاسّك إنّك أنت ذكي، وحاسّك إنّك أنت عقلك واعي بطريقة كبيرة جدًا، وعندك كده يعني طاقة زي ما بنقول كده إيجابية بطريقة كبيرة أوي، دي حاجة الشخص ده بيحسّها. يعني إيه طاقة إيجابية؟ يعني طاقة مَرِحة كده وطاقة حلوة بشكل كبير. طيب
ناخد لك بقى هل نيّة الشخص ده بقى اتجاهك جَد والّا عنده مشاعر لحظية ناحيتك، ومين اللي بيريّح قلبه بشكل كبير أنت والّا الطرف التالت؟ ظاهر معايا هنا برج القوس، برج الجدي، الجوزاء والحوت والعقرب والسرطان والحوت برضه ظاهرين معايا هنا بقوة، جزء من الأبراج النارية برج القوس والأسد والحمل برضه ظاهرين معايا بطاقتهم حاضرة أوي. طب تعالوا بقى كده يالّا ناخد لك في الوقت الحالي مين اللي بيريّح قلبه أنت والّا هو؟ وهل بقى نواياه في الآخر جدية والّا عنده مشاعر لحظية؟ مين الشخص اللي بيريّح قلبه؟ طيب مين بقى الشخص اللي بيريّح قلبه؟ طيب بُص، حضرتك اللي بتريّح قلبه، يعني أنا كده مش هاقدر إن أنا إيه أبتدي لك أنا هاقول لك الإجابة على طول، لأ أنت اللي بتريّح قلبه بطريقة كبيرة جدًا من غير رغي كتير. يعني بتريّح قلبه، بتبسطه، بتسعده، بيحس بإعجاب بيك، بيحس إنّك أنت شخصية فاهماه، وفاهمة هو عايز إيه، وفاهم كده ألاعيبه وتصرفاته وقت ما بيحوّر، وقت لمّا بيكدب، وقت لمّا بيبقى صادق، تحس كده إنّك أنت فاهمه بطريقة كبيرة جدًا. أمّا الطرف التالت الصراحة أنا باشوف إن هو بيحس كده إن هو إيه، مجرّد بيهري كلام كتير، يعني إيه بيهري كلام كتير؟ يعني عارف بيقول كلام على الفاضي، يعني ده المعنى، إن هو بيحس كده إن هو بيقول الطرف التالت ده كلام على الفاضي عشان نمشّي الجوازة، وعشان نمشّي الليلة، فمش بيقول كده إيه من قلبه يعني الكلام، لكن مع حضرتك الصراحة لأ، ده بيبقى يعني مبسوط وفرحان وفي قمة انبساطه أكثر ما أنت تتخيّل يعني، فحضرتك طبعًا اللي بتريّح قلبه. طيب تعالَ بقى ناخد لك نواياه جدية من ناحيتك والّا عنده مشاعر لحظية فقط أو مشاعر جسدية فقط؟ طيب أنا باشوف الصراحة إن هو لأ، الشخص ده بيحبك بجد، وبيزعل على فكرة لمّا أنت فعلًا تبعد عنه أو لمّا أنت فعلًا ما تبقاش موجود بشكل كبير. لإن أنا باشوف إن الشخص ده عنده فعلًا طاقة كده بشكل كبير من الندم على الأفعال اللي عملها معاك، على التصرفات اللي ضايقتك، على إن هو كان بيخاصمك وكان بيقعد يسيبك، يعني بشكل كبير جدًا يعني أنا باشوف إن الشخص ده متضايق من التصرفات دي بشكل كبير. وفعلًا عنده على فكرة فعلًا طاقة كده مشاعر حقيقية، عنده فعلًا تجاهك مشاعر كده قوية أوي الحقيقة ناحيتك، ومشاعر فعلًا فيها ارتياح، وفيها حُب كبير ناحيتك بشكل كبير، وحُب صادق، مش حُب مجرد شهوة والّا جسدي والّا مجرد حُب عابر، لأ حُب حقيقي بشكل كبير. ظهر معايا برج الأسد، العذراء برضه ظاهرين معايا هنا، والجوزاء والحمل. أتمنى لكم أكيد التوفيق والخير يا رب، أتمنى القراءة تكون أفادتك واستفدت بيها، وأكون جاوبتك على الأسئلة اللي في بالك واللي تريحك أكيد، استنى رأيك في الكومنتات وتعليقك الجميل زيك طبعًا، وأشوفكم على خير وننتقل لأصحاب المجموعة التانية. أصحاب المجموعة التانية يا مساء الفل عليكم، يا رب تكونوا بألف صحة وخير يا رب. تعالوا يالّا كده نبدأ مع بعض ونشوف بقى الشخص ده لايك وشير كومنت جميل زيك طبعًا كده، وتعالَ يالّا كده نبدأ مع بعض ونشوف الشخص ده اللي أنت هتحطه في بالك ده، وتردد اسمه في سرك 3 مرات عشان طاقته تثبت في الفيديو، لايك جميل، كومنتاتك وتوقعاتك للقراءات تبان تحت أكيد في الكومنتات، اختار بقى أول حرف من اسمك أنت، تعالَ نبدأ مع بعض الفيديو. طيب مبدئيًا كده طاقتك بقى وطاقة الشخص ده أول حاجة، طاقة الشخص ده على فكرة في عنده انفصال، الشخص ده يا منفصل يا الشخص ده خلاص يعني ده بيخلّص إجراءات كده ويعني هيتحرّر، لإن أنا باشوف إن الشخص ده خلاص هو بايع، يعني فاهم، وهو اللي بايع أكتر حاجة الصراحة يعني، مش الطرف اللي هو معاه. لإن أنا باشوف إن الشخص ده حاليًا عنده كده طاقة بشكل كبير جدًا من التردد، وطاقة بشكل كبير جدًا من التوتر رهيب، وحاليًا أنا باشوف إن هو متعصب ومتنرفز، وأي حد هيفتح له كلمة هيدّي له 10 كلمات مش كلمة واحدة، فأنا باشوف إن الشخص ده حاليًا هو دلوقتي إيه منزعج كده ومتضايق وحاسس إن هو نفسيًا مش كويس، في عنده كده أفكار في الوقت الحالي سلبية بشكل كبير جدًا. حاسس إن هو بيغرق حرفيًا، حاسس إن كل حياته اتدمرت الفترة دي بشكل كبير،
فهو زي ما بنقول كده إيه، مش مرتاح شوية، حاسس إن هو أوضاعه مش مستقرة، حاسس إن هو أوضاعه في الوقت الحالي برضه مش في أحسن حالاته، شايف كده يعني إن هو حاليًا دلوقتي إيه، زي ما بنقول مش مبسوط يعني. فهو نفسيًا مش مرتاح، نفسيًا كده حاسس إن هو مضغوط برضه كمان. باشوف برضه هنا كمان إن الشخص ده حاليًا دلوقتي يعني إيه، عنده كده طاقة إن هو عايز يبُص لنَفْسه، أو هو already شايف نَفْسه حبّتين 3 يعني. باشوف إن هو شايف نَفْسه كده شوية، بيحاول في الوقت الحالي كده إن هو يعني يدلّع نَفْسه أكتر وأكتر. باشوف كمان برضه كده إن هو بيحاول على قد ما يقدر إن هو يتعامل كده بأسلوب دايمًا كويس. وفي نفس الوقت برضه أنا ظاهر كمان معايا هنا إن هو عنده كده جزئية بشكل كبير فيها نوع من إن هو عنده فضول دايمًا لكل الأشخاص اللي متواجدين حواليه يعني. في عنده كده زي طاقة من الفضول أو في عنده كده زي طاقة بشكل كبير جدًا من اللي هو عايز يكتشف بقى إيه، زي ما بنقول اكتشافات جديدة. عايز في الوقت الحالي كده إن هو دايمًا يبقى مكتشف، دايمًا يبقى مغامر، دايمًا كده يحس إن هو أحسن وأفضل ويعني أكثر جراءة وأكثر انفتاح، يعني دايمًا عايز في الوقت الحالي الشخص ده إن هو يعمل كل حاجة في نِفْسه بشكل كبير جدًا، زي ما بنقول عايز يلاقي نَفْسه ويدوّر على نَفْسه أكتر من الأول بشكل كبير. باشوف برضه أنا كمان إن الشخص ده عنده اكتشافات، عايز دايمًا يكتشف كل ما هو جديد، كل ما هو بيلمع، عايز يسافر أو عايز يروح وييجي أو هو already الشخص ده ممكن يكون أساسًا بيسافر، بس أنا باشوف إن هو الشخص ده عايز يجرّب الحُب، عايز يجرّب الغيرة، عايز يجرّب على فكرة العلاقات الطيّاري، عايز يجرّب الشغل، عايز يجرّب كل حاجة، أي حاجة موجودة في الدنيا هنا عايز يجرّبها بشكل كبير جدًا. وزي ما تقول كده إيه، هو دلوقتي بيحاول إن هو يتحرّر من القيود أو يتحرّر من الضغوطات اللي كانت موجودة عليه، وهو دلوقتي بيبدأ بقى إن هو إيه، زي ما بنقول يلملم نَفْسه كده ويستقر أكتر وأكتر عشان يوصل للحاجات اللي هو عايزها ويوصل للأهداف بشكل كبير جدًا اللي هو بيدوّر عليها الفترة اللي جاية بشكل كبير أوي. باشوف برضه هنا كمان إن الشخص ده طاقته بقى اتجاهك عاملة إزاي، فطاقته اتجاهك أنا باشوف إن الشخص ده يعني شوية إيه، فيها عدم توازن. لإن الشخص ده ما بيعرفش يعمل توازن ما بين قلبه وما بين عقله بشكل كبير، حاسس كده إن هو مُغيّب أو إن هو أوضاعه في الوقت الحالي يعني كده مش بيعرفش يوازن بين قلبه وبين عقله، دايمًا عنده كده إيه حاجة واحدة، أو دايمًا لمّا حتى بييجي إن هو عشان يختار مثلًا فإيه بيستسهل شوية الشخص ده، ما بيحبش الحاجات الصعبة حبتين، بيخلع أو يعني كنوع من التهرُّب، بيتهرّب بسرعة. باشوف برضه هنا كمان إن الشخص ده دايمًا عنده كده طاقة صد، ما بيحبش إن هو برضه يواجه، خلاص أنت قُلت لي كلمة أنا هاقول لك 10 كلمات، أنت قُلت لي كلمتين والله هاقول لك 20 يعني فاهم؟ هو الشخص ده ما عندوش كده إيه نقعد نتفاهم، طب نقعد نتكلم، طب نقعد نتحاور وتقول اللي عندي وأقول لك اللي عندي، فلأ، هو عنده كده إيه، يا عم خلاص أنا بايع، يا عم خلاص أنا ماشي، يا عم أنا مش موجود، فهو عنده الحتّة دي شوية. باشوف برضه إن الشخص ده على الرغم على فكرة من إن هو زي ما باقول لك إن هو كريم، وإن هو شخصية على فكرة كويسة، شخصية خيّرة، وبيحب يساعد، لكن هو شوية عنده حتّة اللي هو إيه، لأ، نفسيتي ثم نفسيتي ثم أنا، هو عنده الحتّة دي شوية، مع إن هي نفسيته كانت منهارة، يعني الصراحة أنا مش هاقول لك إن هو يعني صحته بقى النفسية ويهتم ومش عارف إيه، لأ، 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 هو مش كده، مع إن زي ما باقول لك هو صحته النفسية منهارة. لكن هو بقى إيه، بدأ إن هو إيه، يشوف نَفْسه شوية، بدأ إن هو يفرد ضهره زي ما بنقول. من ناحية بقى ليك أنت، طاقتك العامة، أنا باشوفك إنّك أنت عندك كده زي طاقة حماسة على حاجة، في حاجة أنت متحمّس ليها الفترة دي شوية، مشروع، شغل، بداية جديدة، إنّك أنت تغيّر حاجة جديدة، في حاجة أنت مستنّيها، حاجة أنت منتظرها، في عندك طاقة كده من الحماس وطاقة كده إنّك أنت عايز تجرّب شيء جديد برضه. أنا باشوف إنّكم شخصيتكم شوية قريّبة من بعض. في نفس الوقت برضه زي ما باقول لك أنا باشوفك إنّك أنت عندك الحتّة دي وعندك الجزئية دي أوي، عايز تقرّب من حد، عايز تكلّم حد، عايز في الوقت الحالي كده إنّك أنت تبرز نَفْسك أو يعني تبيّن نَفْسك أكتر، يعني أنا باشوفك برضه الفترة دي ثقتك بنَفْسك عالية شوية، لكن أنت تقيل حبّتين، يعني برضه أنت ما أنتاش خفيف كده اللي هو إيه، أي حد ييجي يكلّمه يقول له ماشي والكلام ده، لأ، 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 أنت شخصية تقيلة، ولكن
شخص شوية مثير للانتباه أو مثير للإنجذاب، ناس كتيرة جدًا تلاقيها منجذبة ليك، ناس كتيرة جدًا تلاقيها أنت عاجبها واخدة بالها منّك، فاهم؟ أنت عندك الحتّة دي شوية، حتى ثقتك بنفسك قوية، دي برضه حاجة واضحة وظاهرة معايا أوي. لكن برضه عايزة أقول لك إن أنت برضه جواك الصراحة متوتّر، ما أنت برضه الطاقة دي برضه أكيد هتجذب لك عيون وهتجذب لك حسد وعندك طاقة كده إيه ما يعلم بيها إلا ربنا شوية. في عندك ممكن كسرة قلب أو ممكن يكون عندك على فكرة حزن على حد أو حاجة بشكل كبير أوي. لإن أنا باشوفك هنا إنّك أنت محسود بطريقة كبيرة، عندك توتر أو قلق أو حاسس في الوقت الحالي كده إنّك أنت انكسرت أو إنّك أنت زعلت أوي، فأنت زي ما بتقول كده إيه، عايز بقى يعني تلملم نَفْسك كده وتلملم قلبك بطريقة كبيرة واحضن نَفْسي وامشي بعيد، يعني أنت باشوفك إنّك أنت عندك الحتّة دي شوية الفترة دي، عايز تبقى كده في حالك، ما حدّش ييجي لك، ما حدّش يقرّب منّك، أنت شمعة بتنير في الظلام، ومش عايز حد في الوقت الحالي بقى إن هو دلوقتي يدخل بقى كده يضايقك ويعكّر لك مزاجك ويعصّبك، لكن أنت في عندك بعض التوتر، في عندك بعض القلق من شيء معيّن أو ممكن من أوراق أو ممكن من حبيب سابق أو من انفصال أو من أيًا كان يعني، ممكن يكون في عندك توتر من الموضوع ده أو من شغلك برضه، يعني ده برضه احتمال وارد معايا. فأنا ظاهر لي إنّك أنت دلوقتي بتحاول على قد ما تقدر إنّك أنت تتعامل بحدود، تتعامل في الوقت الحالي كده ببداية قوية، إنّك أنت عايز برضه على قد ما تقدر ترفع أنت كمان من روحك المعنوية، بس طبعًا بتواضع أكتر من حبيبك بطريقة كبيرة أوي. طاقتك بقى اتجاه الحبيب عاملة إزاي، فطاقتك اتجاهه فيها طاقة الصراحة برضه كده انجذاب، أنت منجذب له أوي، وهو الصراحة داخل دماغك أوي وعاجبك، لبسه وطريقته وشكله عندك يعني سامحني في الكلمة، بس أنا باقول لك اللي قدّامي، عندك حتّة انبهار بيه شوية، أو فكرة إن أنت مشدود له أوي، يعني أو حاسس إن هو متواجد في طاقتك زي ما بنقول 24 ساعة، مهما تعمل أي حاجة تلاقيه برضه كده إيه ناطط في بالك. في نفس الوقت برضه أنا ظاهر لي إنّك أنت يعني حابّه، حابب تصرُّفاته، حابب العيشة بتاعته، مش شرط حابب تصرُّفاته، بس فاهم، حابب يعني كده إنّك أنت تبقى متواجد معاه بشكل كبير. باشوفك برضه أنا كمان إنّك أنت بتحبه الصراحة يعني برضه كده. جيت في فترة كده ممكن تكون كنت عايز تفُك يا تعلُّق منّه، يا عايز تتشافى منّه، لكن أنا باشوفك إنّك ممكن تكون ما عرفتش أو في الوقت الحالي يعني إيه، الظروف ممكن مش ملائمة معاك بشكل كبير، لكن أنت منجذب جدًا ليه، مُعجب جدًا بيه، أحيانًا ممكن بتبقى عايز تكلمه أو بييجي لك رغبة إنك أنت تبادر معاه بحاجة، لكن ممكن بتتراجع شوية أو زي ما بنقول بتأخّر رجل وتقدّم رجل، في عندك أو بتقدّم رجل وتأخّر رجل العكس يعني. فدي عندك ممكن تكون الطاقة بتاعتك بشكل كبير جدًا. في رقم 17 هنا و16 ظاهر معايا 21 رقم 17، 16، 21 ظاهرين معايا أوي. دول ممكن يكون دلالات بشكل كبير جدًا لبعض الناس، مش شرط يعني للكل، لكن لبعض الناس ممكن يكونوا علامات معيّنة. ظاهر معايا هنا برج الأسد، الحمل، القوس، الثور، العذراء، ظاهر لي جميع الأبراج كلها ظاهرة معايا، وظاهر معايا زي ما قُلت لكم الجد والحمل. يالّا تعالوا بقى نبدأ بقى القراءة بتاعتنا الجميلة ونهكّر بقى العلاقات دي. مين بقى الشخص اللي مسيطر على عقل الشخص ده؟ مين الشخص اللي مسيطر على عقل الشخص ده؟ ردِّد اسمه في سرّك 3 مرّات حبيبك عشان الطاقة تثبت، واعمل لايك عشان برضه الطاقة إن شاء الله متناسبة معاك. طيب الطرف التالت مبدئيًا كده أنا باشوف إن هو الشخص ده مش عارف يفُك نَفْسه منّه، زي ما قُلت لك في الأول هو ممكن لبعض الناس يكون الشخص ده already منفصل، بس في حاجات كتيرة جدًا بتطارده من الطرف التالت، أو هو متزوّج وعلى وشك الانفصال زي ما باقول لك. اللي ظاهر معايا هنا إن الشخص ده بشكل كبير جدًا معلّقه، معلّقه بسحر، معلّقه بحسد، معلّقه بطاقات سلبية، معلّقه بورق، بقضايا، بقانون بطريقة كبيرة أوي. لإن الشخص ده الصراحة أنا باشوف إن هو مش عارف يفُك منّه نَفْسه. ومش عارف إن هو زي ما بنقول يلاقي كده إيه بصيرة أمل، مش لاقي بصيرة أمل خالص. باشوف برضه أنا كمان إن الشخص ده في عنده هنا يعني طاقة كده بشكل كبير من التوتر، القلق، حاسس إن هو مش واخد حقه بشكل كبير جدًا مع الطرف التالت،
حاسس إن هو نفسيًا كده مُعقّد ونفسيًا كده زي ما بنقول مُنهار حرفيًا. فهو دلوقتي يعني إيه، الطرف التالت يعني بيحاول إن هو يلفت انتباهه بس عارف بطُرق مش حلوة، جسديًا، ماديًا، معنويًا، أنت أكيد هتبقى فاهم أكتر منّي يعني. فدي حاجة ظاهرة واضحة معايا. لإن اللي ظاهر معايا هنا إن الطرف ده مش عارف حبيبك يعني مش عارف يفُك نَفْسه من الطرف ده، عشان في كمية إغراءات رهيبة. أنت لو سِبتني أنا هابهدلك، أنت لو عملت لي أنا هاضربك، أنت لو مش عارف مين أنا هاحرمك من كذا. فهو حبيبك يعني مضطر إن هو يكون مع الطرف التالت بشكل كبير أوي. ده بالنسبة يعني لشكل العلاقة حاليًا ما بينهم. أمّا من ناحية حضرتك بقى، فأنا باشوفك إن هو على فكرة بيراقبك في السر بطريقة كبيرة جدًا. لو ما فيش فرصة للمراقبة بينك وبينه عشان هالاقي كده حد بيقول لي أصل هو عامل لي بلوك وإحنا عاملين لبعض بلوكات وما نعرفش حاجة عن بعض أساسًا. هاقول لك إن هو بيتخيّلك موجود معاه بشكل كبير جدًا، والشخص ده بيدعي إنّك أنت كمان تكون بتفكّر فيه على فكرة. الشخص ده بيدعي لك، بيدعي كده إنكم أنتم الاتنين تكونوا بتفكّروا في بعض، إن يحصل بصيرة أمل زي ما قُلت لك بينكم وبين بعض، إنك أنت تقرّب منه وهو يقرّب منك، بيدعي إن يتحقق العدالة في العلاقة دي بشكل كبير، فالشخص ده بيدعي بالمنظور ده بطريقة كبيرة أوي. شوف برضه هنا كمان إنك أنت يعني بتشغل حيّز كبير جدًا من الشخص ده، بعضكم ممكن على فكرة يكون في العمل مع الشخص ده أو في أمور قانونية، قضائية، مادية، عملية، في ممكن مصالح لبعض الناس، دي برضه حاجة ظهرت معايا أكيد مش الكل يعني نبذة منكم أو فئة. في ممكن يكون شغل أو في ما بينكم حاجة مشتركة، يعني مصالح مشتركة بشكل كبير، أنت بتستفيد منه وهو بيستفيد منك كده يعني. باشوف الشيء ده ظاهر معايا أوي. باشوف كمان برضه هنا على فكرة إن الشخص ده يعني حاسس كده من ناحيتك إنك أنت يعني شخص كده حرفيًا مش بتطلع من باله، فيعني أنا اللي ظاهر لي الإجابة واضحة أوي إنك أنت فعلًا مسيطر على عقل الشخص ده بطريقة كبيرة جدًا، خاصةً في دعائه، خاصةً على فكرة في أوضاعه بشكل كبير جدًا، العملية والمادية كمان. يعني أنا باشوف إن الشخص ده بيحوّش عشان ييجي لك، بيحوّش فلوس عشان يبقى مستقر ويعرف يأمِّن لك حياتك بشكل كبير. طب ظهر معايا برج الميزان، العذراء، الثور، ظهر كمان معايا برضه الدلو والحوت والسرطان برضه ظهر معايا. طيب إحساسه بقى الحقيقي ناحية كل طرف فيكم، إيه إحساس بقى الشخص ده الحقيقي ناحيتك وناحية الطرف التاني؟ يالّا كده نشوف إحساس الشخص ده ناحيتك وناحية الطرف التالت. طيب إحساس الشخص ده ناحية الطرف التالت بالصَد شوية، حاسس إن هو مصدود من ناحية الشخص ده، مش مسدود، لأ هو مصدود، يعني عنده طاقة صَد كده بشكل كبير للطرف ده، مش قادر إن هو يتقبّله، يعني زي ما بنقول كده إيه، بيبيّن عكس اللي جوّاه، حاول دايمًا إن هو يتصرّف معاه بالطريقة دي، وأنا باحبك وأنا باموت فيك وأنا عايزك وإحنا حياتنا زي الفل وحياتنا تمام وعادية وeasy وجميلة، لكن أنا من جوّايا مش حابّك، من جوّايا مش عايزك. حاسس كده إن أنا مش سعيد السعادة الكلية بطريقة كبيرة، حاسس إن أنا مش مبسوط بشكل كبير، فكل ده على فكرة يعني مأثّر عليه، فباشوف إن الشخص ده بشكل كبير جدًا عنده يعني ليك كده عنده للطرف التالت قصدي كده طاقة صَد زي ما باقول لك كده بشكل كبير، إن هو مضطر إن هو زي ما بنقول يمشّي الدنيا بتاعته، لكن أنا الصراحة ظاهر معايا إن هو بيحاول دايمًا يبيّن عكس اللي جوّاه. خوفًا من الطرف التالت، خوفًا من كلام الناس، إن الطرف التالت ده هيأذيه أو الطرف التالت ده هيضره بشكل كبير، حاسس كده إن هُم الاتنين مع بعض مش هيبقوا في توليفة كويسة ما بينهم، بس هو زي ما بنقول كده إيه، مضطر شوية إن هو يبقى معاه أو يفضل معاه بشكل كبير أوي، دي حاجة ظاهرة معايا. فهو إحساسه ناحيته يعني إحساسه بالجبر كده، إن هو مجبور يبقى مع الشخص ده، حاسس إن هو مش مرتاح كمان، إن هو مضطر إن هو يمشّي أموره، ومضطر إن هو يسايس أوضاعه بشكل كبير أوي. طيب من ناحيتك أنت بقى، أنا باشوفك إن الشخص ده إحساسه من ناحيتك بالجواز، الشخص ده عايز يتجوّزك بطريقة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا. إحساسه كده ناحيتك إن هو عايز يرتبط بيك، عايز يبقى في قُرب بينك وبينه، يبقى في أطفال ويبقى في زواج ويبقى في كده حُب وارتياح وطمأنينة،
وباحبك وباحبني ومش عارف فهو عارف يعني عايز الشخص ده يبقى في كده طاقة وِد وطاقة ارتباط وترسيم على فكرة حقيقي بينك وبينه. بس هو حاسس ليه إنك أنت هترفض، حاسس إنك أنت لأ خلاص بعدت عنه مش هتبقى موجود معاه، إن العلاقة بينك وبينه شبه مستحيلة أو فيها بعض العراقيل أو فيها بعض شوية إيه من الحاجات اللي مش مفهومة. إحساسه بكده أوي الحقيقة يعني، إن هو حاسس دلوقتي إنك أنت بعيد أو إن هو بعيد هو كمان أو إن في كده طاقة سوء تفاهم ممكن يكون بينك وبينه، وهو حاسس بالشيء ده الحقيقة شوية، حاسس إن ممكن يكون في بعض سوء التفاهم، بعض في الوقت الحالي من عدم كده مش فاهمين في الوقت الحالي إيه اللي ممكن يحصل، إيه اللي ممكن يجرى، دي حاجة ظاهرة وواضحة معايا أوي يعني، دي حاجة متواجدة وواضحة معايا. فباشوف إن إحساسه من ناحيتك برضه هنا على فكرة بالإنجذاب، برضه الشخص ده الصراحة منجذب ليك، منجذب لشكلك، لأسلوبك، للطريقة بتاعتك، حاسس إنكم أنتم الاتنين على فكرة برضه في بعض الأوقات بتكمّلوا بعض أو في تشابه كبير زي ما قُلت لكم في الأول بينكم، ودي حاجة الشخص ده حاسسها أوي، حاجة الشخص ده يعني إيه كاشفها بشكل كبير يعني الفترة دي بطريقة كبيرة. دي برضه حاجة إيه متواجدة معايا حاليًا، ظهر معايا برج الحمل، الثور، الجدي برضه هنا كمان والعذراء، ميزان ودلو. تعالوا بقى كده ناخد الأسئلة مين اللي بيريّح قلب الشخص ده بقى كده، مين اللي بيريّح قلبه، أنت والّا الطرف التالت؟ طيب مبدئيًا كده مين اللي بيريّح قلبه، أنا هاعمل معاكم زي المجموعة الأولى ومش هارغي كتير، يعني بشكل كبير أنت، الصراحة مش مجاملة ليك الحقيقة يعني. فاللي ظهر معايا هنا يعني لأ، حضرتك مع إنّك بتعصّبه في وقت من الأوقات الصراحة، أو ممكن تكون في بعض الأوقات بتضايقه كده، لكن بيحس إنّك أنت شخص كده هو بيحبه حقيقي، شخص كده هو بيرتاح له من قلبه بجد، بيتمناه، عنده ليه كده يعني طاقة أمنيات وطاقة حب وطاقة رومانسية وحنيّة وحاجات كده جميلة بشكل كبير، بيحس كده إن هو برضه غيران عليك وحابب اهتمامك بيه وأنت اهتمامه بيك، هو حابب الحتّة دي شوية. تحس كده إن في طاقة حُب نقي ما بينك وما بينه، هو بيحس بكده أوي، يعني بيحس إن في كده طاقة نقاء بينك وبينه بشكل كبير، وإنك أنت اللي جوّه قلبك فعلًا في كده طاقة مشاعر حقيقية، ما أنتاش بتضحك عليه، ما أنتاش بتستغله، ما أنتاش عايز تاخده لمصالحك وأهدافك، لأ ده أنت شخص بجد يعني بترتاح له من قلبك بطريقة كبيرة. أمّا من ناحية بقى الطرف التالت الصراحة، فهو بيحس برضه إن الطرف التالت ده حرفيًا هو يا مَكَنة ATM يا مثلًا بيحس كده إن هو يعني شخص موجود قدّام الناس وخلاص، بس شخص كده موجود قدّام الناس وخلاص. باعمل معاه الواجب، باعمل معاه الفروض الزوجية، باعمل معاه الحاجات اللي متواجدة المفروض نعملها وخلاص، يعني بس. ده كده زي ما بنقول ديكور قدّام الناس بشكل كبير. فأنت يعني إيه اللي مسيطر على قلبه الصراحة يعني. طيب هل بقى نيّته جَد من ناحيتك والّا الشخص ده عنده كده طاقة مشاعر مجرّد لحظة كده أو مجرّد شهوة وخلاص؟ طيب الشخص ده متعلّق بيك، الشخص ده متعلّق بيك بطريقة كبيرة أوي. وعايز بقى أفهّمك حاجة، إن الشخص ده الصراحة بيجمع ما بين كل المشاعر، عنده مشاعر على فكرة الجسدية قوية جدًا اتجاهك، والشخص ده فعلًا عنده مشاعر العاطفية برضه اتجاهك بطريقة كبيرة. فالشخص ده عنده مشاعر يعني بشكل كبير جدًا من ناحية كل حاجة، كل حاجة تخطر في بالك هو عنده مشاعر من ناحيتك بهذا الشكل، مشاعر جسدية، مشاعر معنوية، مشاعر نفسية شخصية، مشاعر برضه هنا على فكرة انتظار ليك، إن هو عايز يحل الأمور معاك بشكل كبير جدًا، وإن هو فعلًا متعلق بيك بشكل كبير وعايز الأمور تتوازن بينك وبينه، والأمور تتغيّر ويبقى في طاقة قُرب بينك وبينه، ويبقى في كده طاقة سلام يَعُم عليك وعليه بطريقة كبيرة.
فأنا الصراحة باشوف إن الشخص ده عنده فعلًا نيّة جدية اتجاهك، لكن منتظر الظروف أو الأمور تتغيّر لصالحك ولصالحه بشكل كبير أوي. ظهر معايا برج الأسد، العقرب، الجدي، الثور، الحمل، والجوزاء، والسرطان برضه ظهر معايا، والعقرب قُلناه، والجدي والميزان. أشوفكم على خير، أستنى أكيد تعليقاتكم الجميلة، اللي زيكم طبعًا لو حابين أكيد تشتركوا في القناة تنوروني طبعًا، أكيد القناة تزداد شرف بيكم. كان معاكم محمد إيهاب، لايك وشير وكومنت لكل حبايبك وأصحابك، أشوفك على خير وألف صحة، وأتمنى لكم كل التوفيق يا رب.